الطريق إلى البيت الأبيض، آخر مستجدات انتخابات 2024. البيت الأبيض نتابع في هذه التغطية الانتخابات الرئاسية لعام 2024 هي رقم 60. انتخابات الرئاسة الأمريكية تجري كل 4 سنوات، ومقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقاً لإعادة توزيع التعداد البيان السكاني بعد عام 2020. الرئيس الحالي جو بايدن ينوي الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي مع كامالا هاريس كنائبة له. الرئيس السابق دونالد ترامب لا يزال الأوفر حظاً لخوض الانتخابات ممثلاً للحزب الجمهوري. من المقرر أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2029 في 20 يناير 2025. بايدن وخطاب الاتحاد، ملفات بارزة تسيطر على اللحظة الحرجة. الأمريكيون يترقبون خطاب الاتحاد. يترقب المجتمع الأمريكي خطاب حالة الاتحاد المنتظر أن يلقيه الرئيس جو بايدن في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول مساء الخميس، في وقت تطغى عليه إلى جانب القضايا الداخلية الملحة مع قرب الانتخابات الرئاسية ملفات خارجية تتعلق بالأساس بحرب أوكرانيا وغزة. ويعتقد مراقبون ومحللون مختصون بالشؤون الأمريكية في أحاديثهم لموقع سكاي نيوز عربية أن هناك العديد من الملفات البارزة التي من المتوقع أن يتضمنها خطاب بايدن، على رأسها قضايا الداخل، بما في ذلك الوضع الاقتصادي وملف الهجرة والحدود ومكافحة التغير المناخي، فضلاً عن العديد من القضايا الخارجية وفي قلبها حرباً أوكرانية وغزة، وكذلك العلاقات مع روسيا والصين، وهي قضايا عادة ما يستغلها الجمهوريين في توجيه الانتقادات له. ومع ذلك يرى المراقبون أنه رغم كون خطاب الاتحاد جزءاً من استحقاق دستوري من أجل إطلاع الكونغرس بحالة الاتحاد وليس جزءاً من الحملات الانتخابية للرؤساء، فإن بايدن أمامه فرصة ذهبية لإظهار قدرته على المضي قدماً في خوض غمار الانتخابات، إذ يأتي الخطاب كاختبار للقدرات الذهنية والصحية للرئيس البالغ من العمر 82 سنة والطامح لولاية ثانية. ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 3800. ارتفاع في أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 300 ألف قتيل وحوالي 798 ألف جريح. وقالت الوزارة في بيان إن 300 فلسطيني على الأقل قتلوا وأصيب 798 آخرون من جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر. وأضافت الوزارة أن نحو 33 فلسطينيا قتلوا وأصيب 240 خلال الساعات 24 الماضية. ويعاني سكان قطاع غزة نقصا شديدا في المواد الغذائية والأدوية مع اكتظاظ المستشفيات بسبب الحرب الإسرائيلية، مما يجعل أهالي القطاع عرضة لمجاعة بدأت تحصد أرواح الأطفال في غزة. وكانت منظمات دولية حذرت مرارات عدة من أن سكان القطاع يواجهون مجاعة كارثية، كان آخرها تحذير الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة يمثلون ربع السكان على حافة المجاعة. وقال جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الأمم المتحدة تضغط على إسرائيل منذ أسابيع لاستخدام طريقة على السياج الحدودي مع غزة، وإنها تلقت قدراً أكبر من التعاون من إسرائيل في الأسبوع الماضي. روسيا تعلن تصفية عناصر من داعش خططوا لهجوم في موسكو. روسيا تعلن بين الحين والآخر إحباط هجوم لداعش. أعلنت أجهزة الأمن في روسيا الخميس أنها قتلت مسلحين من تنظيم داعش كانوا يخططون لهجوم إرهابي على كنيس في موسكو. وقال جهاز الأمن الفيدرالي إن خلية للتنظيم المتطرف في كالوغا جنوب غربي موسكو كانت تخطط لإطلاق النار على مصلين يهود في كنيس في العاصمة. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن قوله في بيان: خلال اعتقالهم أبدى الإرهابيون مقاومة مسلحة لضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروس، ونتيجة لذلك تم تحييدهم بإطلاق النار في المقابل. Advertisement Ad Spy. وأضاف البيان: عثر على أسلحة نارية وذخائر إضافة إلى مكونات لتصنيع عبوات يدوية متفجرة وتم ضبطها. ونشر موقع زفيزدا الإخباري القريب من الجيش الروسي وجهاز الأمن مقطعا مصورا لجهاز الأمن الفيدرالي يظهر على ما يبدو جثتين داخل منزل إلى جانب أسلحة وذخائر وأسلحة عثر عليها خلال تفتيش. ولم يحدد جهاز الأمن عدد الأشخاص الذي قتلوا في العملية، وقال إن المسلحين أعضاء في الفرع الأفغاني
لتنظيم داعش من دون أن يحدد جنسياتهم. وكثيرا ما تعلن موسكو عن إحباط هجمات تخطط لها مجموعات متشددة مفترضة. وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن جهاز الأمن الفيدرالي قتل 6 أشخاص يشتبه أنهم ينتمون لتنظيم داعش في إقليم إنغوشتية الجنوبي ذي الغالبية المسلمة. استقرار طلبات إعانة البطالة بأمريكا الأسبوع الماضي. طلبات إعانة البطالة تستقر في أمريكا. طلبات إعانة البطالة تستقر في أمريكا. استقر عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة على بداية تراجع سوق العمل الأمريكية. وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة لم تسجل تغيراً يذكر عند 117,000 إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 2 مارس. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع وكالة رويترز أن يبلغ عدد الطلبات 215,000 في الأسبوع الماضي. مصر تتوقع تمويلات إجمالية ب20 مليار دولار بعد اتفاق الصندوق. وزير المالية المصري محمد معيط قال وزير المالية المصري محمد معيط الخميس إن إجمالي التمويل المتوقع أن تحصل مصر عليه هو 20 مليار دولار. وأضاف أن المبلغ والذي تم الإعلان عنه عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي الأربعاء يشمل أيضاً المصادر الإضافية. وتوقع وزير المالية أن ينخفض الدين العام إلى ما دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025 ودون 80% في يونيو 2027. Advertisement أدس باي. ووافق صندوق النقد الدولي الأربعاء على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022. وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر. وقال معيط إن البلاد بحاجة إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%. وأضاف أن الحل متوسط وطويل الأجل لما يواجهه الاقتصاد المصري يحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ الأربعاء بمقدار 600 نقطة أساس. كما أعلن إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف الجنيه. من جانبه قال معيط إن السلطات المصرية ستكون ملتزمة بمرونة سعر الصرف والعرض والطلب في السوق. ومن جهة أخرى قال الوزير إن الحكومة المصرية ستضع خطة لسداد متأخرات النفط والغاز. الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقاً داخلياً حول طوفان الأقصى. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي وسط أرسل الجيش الإسرائيلي يوم الخميس بروتوكولات إلى القادة حول كيفية قيام وحداتهم بإجراء تحقيقات داخلية في إخفاقات الجيش في الفترة التي سبقت الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر. ستركز التحقيقات على إطار زمني يبدأ من أعمال الشغب التي قادتها حماس على حدود غزة في مارس 2018، وبعد 3 أيام من الحرب الحالية في 10 أكتوبر 2023 عند النقطة التي أعادت فيها القوات الإسرائيلية السيطرة على جنوب إسرائيل. ومن المتوقع أن يقدم القادة النتائج إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بحلول بداية يونيو. وستحقق الوحدات التي ينظر إليها على أنها لعبت دورا في عدم ملاحظة استعدادات حماس أو الاستعداد بشكل مناسب لطوفان الأقصى في المواضيع الرئيسية ال4 التالية: تطور تصور الجيش الإسرائيلي تجاه غزة مع التركيز على الحدود ابتداء من عام 2018. وسيشمل هذا الفحص أيضاً نظرة على التصور الدفاعي للجيش وخططه العملياتية ضد التهديدات في غزة. التقييمات الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي لحركة حماس منذ عام 2018 وحتى اندلاع الحرب. وسينظر هذا الفحص في سيناريوهات التهديد العسكري وتطوير قدرات الجيش الإسرائيلي على جمع المعلومات الاستخبارية والإشراف عليه، بما في ذلك ما يسمى بوحدة محامي الشيطان المكلفة بالتشكيك في تقييمات الجيش الإسرائيلي ومفاهيمه. العملية الاستخبارية واتخاذ القرار عشية 7 أكتوبر والأيام التي سبقته. سينظر هذا الفحص في جميع القرارات التي تم اتخاذها على جميع الرتب لتوضيح الخطأ الذي حدث. الفترة ما بين 7 و10 أكتوبر، عندما استعادت القوات السيطرة على كافة التجمعات السكنية وقواعد الجيش في جنوب إسرائيل التي غزتها حماس. سيقوم هذا الفحص بتحليل المعارك التي جرت والنظر في القيادة والسيطرة لكل وحدة
والتشكيلات والأوامر المعطاة. وسيقوم الجيش الإسرائيلي أيضاً بالتحقيق في 5 مواضيع أخرى: المعارك الكبرى وسط القتال، تعبئة جنود الاحتياط والرد اللوجستي للجيش الإسرائيلي، والتخطيط طويل الأجل بما في ذلك مخزونات الذخيرة وقطع غيار الأسلحة والمركبات، التعامل مع الموتى في 7 أكتوبر، واستمرار عمل الجيش. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في رسالة أرسلها إلى القوات يوم الخميس إن التحقيقات الداخلية تهدف إلى مساعدة الجيش الإسرائيلي على التعلم. ويقول الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الداخلية ضرورية حتى يتمكن الجيش من التحسن وسط القتال المستمر، وكذلك العمل على إعادة النازحين الإسرائيليين من شمال إسرائيل وسط الهجمات اليومية التي يشنها حزب الله. ولا تتعلق التحقيقات بالتحقيقات الخارجية المخطط لها بشأن سلوك الجيش في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر تشرين الأول، والتي تم تعليقها حالياً. وقد قوبلت خطط المراجعة المستقلة باحتجاجات من قادة الحكومة الذين كانوا يخشون على ما يبدو تعرضهم للانتقاد. أرباح لوفتهانزا الألمانية تتضاعف في 2023 مع ارتفاع الطلب لوفتهانزا. أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا الخميس أن أرباحها تضاعفت في 2023 بفضل زيادة الطلب مع استمرار انتعاش قطاع الطيران إثر جائحة كوفيد-19. وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 61 مليار يورو، 81 مليار دولار، مقارنة ب 790 مليون يورو في 2022. والرقم أدنى بقليل من الأرباح التي توقعها محللون استطلعت آراؤهم شركة البيانات المالية فاكتشيك، وقدروا المبلغ بنحو 108 مليار يورو. لكنه لا يزال يمثل العام الثاني على التوالي لتسجيل أرباح للمجموعة التي تشمل لوفتهانزا ويورووينغز والنمساوية والسويسرية وخطوط بروكسل، بعد عامين من الخسائر بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بالوباء. وأشادت لوفتهانزا في بيان بالنتائج وقالت إنها ناجمة عن استمرار الطلب المرتفع على السفر ونتيجة قياسية أخرى في قسم الصيانة لديها. وكغيرها من مجموعات الطيران، تضررت لوفتهانزا بشدة عندما تسبب فيروس كورونا في توقف السفر الجوي العالمي، وحصلت على خطة إنقاذ من الحكومة الألمانية في 2020. لكن الشركة، إحدى أكبر مجموعات الطيران في أوروبا، انتعشت بقوة مع زيادة الطلب عقب رفع تدابير الإغلاق. ومع ذلك لا تزال لوفتهانزا تواجه العديد من التحديات، وأكثرها إلحاحاً موجة إضرابات العمال يطالبون بزيادات كبيرة في الأجور للتعويض عن التضخم المرتفع.